ما كتنجحش معاك غريبة المعلكة ديال الكاوكاو، دخلي معايا الفيديو غادي تنجح معاك في أول مرة كتحضريها، مع الأسرار اللي كيخليها أنها تجي معلكة ومشققة في الفرن. هنا أول حاجة غتحتاجو المقادير: نص كيلو ديال الكاوكاو. هنا استعملت الكاوكاو الأحمر اللي بالقشور ديالو، كندخلو الفرن تقريبا واحد 15 دقيقة. ما كيتحمرش بزاف البنات، غير كيسخن. كي قرب أنه يتحمر كتحيدوه من الفرن ومن بعد كطحنوه في الهاشوار. هنا حاولوا أنكم ما تطحنوش بزاف عاوتاني حتى كيولي عجينة، خليوه مهرمش شويه. هنا من بعد كنخوي في واحد القصريه وكنضيف عليه كاس الا ربع ديال سكر السنيده. من الاحسن ان السكر اللي تستعملو يكونوا الحبيبات ديالو رقاق، ما تستعملوش كيكونوا الحبيبات ديالو غلاظ. هنا من بعد درت رشه ديال الملح ودرت 2 معالق كبار عامرين ديال المربى ديال الخوخ. المربى هي اللي كتخلي الغريبه انها تجيكم معلكه. هنا من بعد غادي نضيف واحد راس معلقه ديال القرفه، وغادي نضيف هنا 4 المعالق كبار عامرين ديال زيت نباتيه. بالنسبة للبنات لهاد المقادير راه مضبوطين، غير تبعوا معايا الطريقة وإن شاء الله راه غتنجح معاكم. أنا كيف ما كتشوفوا من بعد كنجمع العجينة بهاد الطريقة كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف هنا واحد الكيس ديال سكر الفانيلا وجوج أكياس ديال الخميرة ديال الحلويات اللي كيوزن كل كيس كيوزن 8 غرام. في المجموع غتحتاجوا 16 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات. وغادي تجمعوا العجينه ديالكم بالبيض. البيضه البنات غتحتاجوا 2 بيضات. الا بالكم ان الخليط مازال ثقيل شويه راه كتزيدوا 3 البيضات. انا هنا غادي نجمع العجين غير ب2 بيضات. العجينه خصها تكون كتلتصق في اليدين، كتكون عجينه اللي خفيفه. السر ديال النجاح ديال الغريبه انكم ما تجيش العجينه عاوتاني ثقيله. العجينه خصها تبقى خفيفه باش الغريبه ديالكم تشقق وتجيكم معلكه. هنا من بعد ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو المر اللي كتبقى اختياريه غير باش كنضيف اللون. هنا كيف ما كتشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كيكون، راه كيكون خفيف كيلتصق في اليدين ما كيكونش ثقيل. ضروري ان العجين يكون في هذا الشكل باش تنجح معاكم. حاولوا انكم الا بالكم ان العجينه ثقيله، القوام ديالها ثقيل، كتضيفوا البيض. هنا من بعد كندوز اليدين ديالي بشويه ديال الماء زهر وكنفندو الكرات في سكر كلاصي. الحجم كيبقى اختياري، بغيتو غريبه تكون كبيره كتكبروا الكرات، بغيتوها صغيره كتصغروا الكرات. هنا من بعد كنفند الغريبه في سكر كلاصي سبيسيال. ضروري ان السكر يكون سبيسيال باش ما كيدوبش في الفرن، حيت كاينين الاخوات اللي كيدوب معاهم السكر حيت كيستعملوا السكر العادي. ضروري انكم ملي تبغيو تشريو سكر كلاصي قولوا لي يعطيكم سبيسيال الخاص بالحلوى. هنا من بعد كناخذ واحد الملعقه وكنضغط عليها بهذا الشكل. في هذا الاثناء الفرن كيكون سخون، والعافيه البنات كتكون شاعله غير من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا، لتحت كطفيو عليه والفوق كتشعلوا عليه. عافيه تكون متوسطه حتى كتبان لكم الغريبه انها تشققات. هذا هو السر ديال اللي كيخليها انها تشقق. من بعد كتشعلوا عليها لتحت وكتكمل الطياب ديالها، تقريبا كتشعلوا لها غير واحد 10 دقائق الفوق كتشقق. من بعد كتشعلوا لها واحد 5 دقائق من التحت وكتكون طابت، غتاخد معكم 15 دقيقه بالحساب. هنا بالنسبه للشكل الثاني شكلت كرات، دوزتهم شويه ديال ابيض البيض ودرت لهم لوز ايفيلو في الفوق. هنا كنشكل حفر وكنعمر الوسط ديالهم بالفواكه المعسله كيف ما كتشوفوا معايا وكندخلها الفرن. كنشعل عليها من الفوق ومن التحت، تقريبا غتاخد معكم 15 دقيقه. عافيه تكون مهيله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الغريبه من بعد ما كتبرد كتجي مشققه وناجحه مليون في المئه. وبالنسبه للشكل الثاني كندهنوا بشويه ديال الناباج وكنقدمهم معاكم، كيجيو ناجحين مليون في المئه. غير حاولوا انكم ما تكثروش ليهم الطياب باش ما كينشفوش. حاولوا ان المده ديال الطياب ديالهم ما تفوتش 15 دقيقه. وكنتمنى ان الوصفه تعجبكم، والا بغيتوا اني نشارك معكم بحال هاد الحلويات قولوها لي في التعاليق، وكل اخت تقول لي الاقتراح اللي بغات نشاركو معاها، وبالصحه والراحه.